وقتها كان الزمالك صح؟ ده افخر حاجه. التجمع ده بالنسبه لي التجمع فين؟ هنروح فين يا صاحبي؟ حضرتك جونه ايه؟ ابوك ما شافش. كل جيل بيشوف الجيل اللي بعديه غريب والجيل اللي قبليه اغرب، بس في حته كده دايما عند الجيل اللي معدي 60 سنه غريبه كده ومعروفه. هو انتوا شباب اصلا؟ واحنا في سنكم كنا بننزل نبني الاهرامات ونرجع نحبس بكوبايه شاي. طبعا يا حاج، وانت اسمك خوفو محمد عبد السلام. فكره ان احنا احسن منكم ده جزء من صراع الاجيال اللي دايما بنشوفه بسبب الظروف المحيطه بكل جيل. بس يا ترى مين عنده حق؟ تعالوا نشوف. يلا بينا. زمان الموضوع كان اسهل بكتير. في الخمسينات والستينات لو الواحد كان عايز يشتري شقه كان ممكن يشتغل في المكان طول عمره من غير ما يغير، من غير ما كل شويه يشوف شركه افضل، عرض احسن او اوفر افضل، يتجوز، يجيب اولاد، يعيش حياه مستقره. وكل ده كان بيحصل من 9 صباحا ل 2 ظهرا. يعني كان عندك كل الوقت في الدنيا، وكنت بتخلص شغلك وترجع تلاقي اليوم كله فاضي بالنسبه لك. لو عايز تخرج مع الاولاد، عايز تخرج مع مراتك، عايز تتفرج على ماتش، كل ده متاح بالنسبه لك. ايوه يا عم، وعشان تشتري شقه مش لازم تبيع كليتك، كنت تروح يكتبوا لك عقد بتاع 30 سنه وتقول خلاص الشقه دي بقت ملكي، بعد كام سنه تبقى ملكي. حتى المرتب كان بيكفي الحاجه، يعني لو انت عايش في حي فاخر زي الزمالك. وقتها كان الزمالك صح؟ ده افخر حاجه. التجمع ده بالنسبه لي التجمع فين؟ هنروح فين يا صاحبي؟ في الحقيقه ده جزء من الفرق الكبير بين الاجيال. الجيل السابق كان قادر يستقر بسهوله، يشتري عربيه او شقه، على عكس الجيل الحالي، وده بسبب اختلاف الظروف الاقتصاديه في كل جيل. وعلشان تكمل الصوره، الوظائف كانت متاحه وسهله وما كانتش بتحتاج متطلبات كبيره جدا زي دلوقتي. وزي ما قلنا ان الوظيفه كانت بتكفي كل احتياجاتك، زائد ان اليوم بيبقى كان عندك طويل جدا تقدر تكفي فيه او تعمل فيه اي حاجه انت محتاجها. تقدر تلعب رياضه، وتقدر تروح على قهوه مع صحابك، تسافر، تستمتع بالحياه، تقدر تعمل كل حاجه. على عكسنا طبعا، حياتنا كلها بقت عباره عن شغل. بنخلص الشغل ونروح البيت عشان نيجي الشغل تاني يوم في اسرع وقت. وعادي ممكن لو انت شاب وعايز تتجوز في بدايه حياتك تلاقي شقه في المنطقه اللي انت كنت ساكن فيها جنب بيت والدك والدتك برخص التراب، وعادي الدنيا كويسه وشغاله. يعني ممكن تجيب عربيه من غير ما تاخد قروض كتير وتتدين للبنك. او ترومبيل. نهارك سعيد. فين الاوتومبيل بتاعي يا استاذ هشام؟ هشام افندي. وده بيرجع لثبات الاقتصاد في الفترات دي. كان دخل الاسره بيقدر يكفي احتياجاتها الاساسيه من تعليم واكل وكمان رفاهيه. لكن الوضع دلوقتي بقى مختلف شويه، بقى في تحديات اكتر في الوظائف وفي الاستقرار المادي وفي الاستقرار الاسري، والاولويات كمان اتغيرت. لكن لو جينا نتكلم عن التكنولوجيا، دلوقتي الشباب عندهم موبايلات وعندنا انترنت وعندنا تطبيقات جديده بتطلع كل يوم. زمان كانوا اهالينا عايشين من غير كل ده، كان عندهم صحابهم، كان عندهم التليفون الارضي اللي العيله كلها بتتجمع حواليه، كان عندهم الراديو والمكتبه العامه. دلوقتي في زمن السوشيال ميديا ممكن تكون عارف 1000 واحد. زمان اللي هو دايرة صحابك ومعارفك ما تكملش 30 واحد. زمان كنت بتعيش اللحظة وتستمتع بيها من غير ما تصورها او من غير ما حياتك تبقى على المشاع، كان في خصوصية اكتر. دلوقتي وانت نازل بتعمل ستوري، وانت قاعد على النيل، وانت قاعد على البحر، وانت بتاكل. تعبتوني، تعبت بدنيا، تعبت فنيا، تعبت نفسيا. الحياة بقت فيك قوي دلوقتي، بدل ما نستمتع بالحياة بنهتم اكتر ان احنا نصور الحياة دي بدل ما نعيشها. والتكنولوجيا كمان لعبت دور كبير في تغيير العلاقات الاجتماعية، بقى في تواصل اسرع وافضل، لكن ده خلى الحياة سطحية على الجيل الحالي، والاختلاف في طريقة الحياة بيأثر على العلاقات والتعاملات اليومية. زمان الواحد كان بيشوف الدنيا بشكل ابسط بكتير جدا. النهارده عشان تشتري شقة محتاج سنين عمل ضوئية، والزواج وبناء البيت اصبح تحدي مرتفع التكاليف. دلوقتي مستحيل طبعا. لو هتشتري شقة من مرتبك مثلا، لو هتحوش ممكن تقعد بتاع 200-300 سنة بالحسبة العادية عشان تعرف تجيب شقة. وحتى لو ربنا كرم واتدينت بقى قروض جمعيات وجبت شقة، هتحس ان انت مش عايش في حاجة ملكك، انت عايش في ديون. انت عايش في ديون مستقرة. يا عم هي ناقصة شعر،
ما انت مشهد لوحدك، وهي ناقصه شعر ولا ناقصه خنقتك؟ هي ناقصه خنقتك يا اخي. ديون ليها حطام. الديون ليها حيطان يا صاحبي. حلو الافيه. والضغوط الاقتصادية أو العالمية بقت بتأثر على العلاقات بشكل كبير، سواء العلاقات الشخصية أو المهنية، وكل جيل بيشوف الحياة بشكل مختلف، لكن لازم نفتكر إن الظروف المحيطة هي اللي بتشكل تصوراتنا. في النهاية مفيش جيل أحسن من التاني، كل جيل عنده مميزاته وعنده تحدياته، في نفس الوقت لازم نتعامل مع بعض ونفهم بعض. كل واحد عنده حياته، كل واحد عنده حكايته. لو رجعنا اكتر بالزمن هنشوف قد ايه الحياه كانت سهله وبسيطه. اعتقد انها كانت احسن بكتير من دلوقتي، لان الزمن اللي احنا فيه ده زمن فيك مش حقيقي. لو فكرنا شوية هنلاقي ان التداخل ما بين الاجيال ده جزء طبيعي من التفاعل والتوازن الاجتماعي، والفرق بين الاجيال بيجي من اختلاف الظروف، لكن المهم ان احنا نقدر نفهم بعض ونستفيد من تجارب بعض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات. وفي نهايه الحلقه، مش عارف ايه في نهايه الحلقه دي، حاسس ان انا استاذ عمرو الليثي، فاهم؟ انت حاسس بايه دلوقتي؟ في النهايه ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. الحياه زمان كانت اسهل ولا دلوقتي؟ وانهي الاحسن بالنسبه لكم؟ وما تنسوش اللايك والشير وتفعل زر الجرس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب ونفعل سر الجرس.